بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل معاكم اكله خفيفه كده وكل الولاد بيحبوها وبسيطه وعلى القد وعلى طول. مش هتاخد معانا وقت اكتر من نص ساعه. تمام. معانا هنا نص كيلو دوت فراخ متقطعه شاورما ومتبله. التتبيله معايا بصل وطماطمايه وزبدايه وفلفل اسود وملح، ومعايا بهارات الشاورما. تمام. انا متبله التتبيله دي من امبارح علشان تبقى معاكم بالمنظر ده. انا متبله التتبيله دي معاكم من امبارح. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التتبيله هي زي الفل معاكم. تمام، زي الفل. احنا هنعمل دلوقتي؟ هنديلها صدمه. التتبيله زي ما قلت لكم، انا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. زي ما قلت لحضراتكم من امبارح انا عاملاها. معايا نص كيلو بانيه قطعته شرايح وحطيت عليه زبدايه وبصلايه مفرومه وطماطمايه وفلفل وملح وخلطه الشاورما. تمام. دلوقتي بقى هندي صدمه معانا للفراخ. ومعايا فلفل الوان، انا حطيت كله على بلانش واحده. فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، طماطمايه. دلوقتي اللي حطينا حبه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حطينا حبه واحده من كل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايه واحده معاكم من كل حاجه، يعني فلفل الوان حبايه صفرا وحبايه حمراء، وطبعا الفلفل الرومي الاخضر بيبقى صغير شويه، فحطينا معاكم 3 حبايات فلفل رومي وحبايه طماطم كبيره يعني زياده عن اللزوم، كبيره يعني قد البرتقانيه كده. تمام. هنعلي النار معاكم عشان هي هتنزل ميتها بقى الشاورما كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هعمل لك النهارده 12 سندوتش بنص كيلو بانيه. نص كيلو من الشاورما هيعمل لك 12 سندوتش. ماشي. وهتعملي احلى اكل لاولادك واحلى من بره. شوفي انت دلوقتي لو نزلتي تشتري ال 12 سندوتش دول هيبقوا بكام؟ هيبقوا طبعا بمبلغ وقدره، يعني حتى لو مش من عند اي حد مشهور قوي يعني. دلوقتي معاكم هي هتنزل ميتها. انا مش هحط الخضار خالص الا لما تنزل ميتها. طبعا الميه دي من التتبيله حاطين زبادي وحاطين طماطم طماطميه واحده بس، طماطميه واحده بس بتظبط الدنيا معايا في التتبيله قوي، بتخلي كل حاجه تبقى مسكره. وبصلايه مفرومه بس. ما بحطش انا بصل في الشاورما علشان ما يطرهاش ويخليها مش كويسه. بيدي معاكي يعني البصل كفايه في التتبيله وهو موجود مفروم اوريدي، مش محتاج ان انا احط تاني بصل. تمام. وكمان انا خصوصا بالنسبه لي عشان ولادي برضو مش بيحبوا البصل. حسب الرغبه بقى، عايزه تزودي انتي معاكي بصل براحتك خالص. دلوقتي يا جماعه هي بدات خلاص ان هي الشاورما معاكم الميه اللي فيها راحت. انا معايا هنا الفلفل الالوان. كل الفلفل انتي معاكي هنا الكميه لما نص كيلو فراخ بس هتعملي بيه. شوفي حطيتي عليه قد ايه خضار. هتحطي قرن فلفل كبير احمر، قرن اصفر، 3 قرون اخضر رومي، طماطمايه. دول هيدوا معاكي كميه رهيبه. ماشي. تمام. وهتلاقي الاكله معاكي ظبطت نفسها وبقت اكله محترمه وبنت ناس. وهتشوفي بقى جمال الشاورما بتاعتي، وهتشوفي مش هتندمي. العيش السوري انا اوقات بعمله في البيت واوقات صراحه بجيبه كده. الاحسن ليكي والاوفر ليكي اعملي. انا دلوقتي معايا هقلب الخضار. هو الخضار اصلا دلوقتي لازم تحطي خضار بعد ما الفراخ تكون
استوت مع ايه، مش استوت، نشفت معاكي. تمام. علشان ايه؟ علشان الخضار ما ينزلش ميه معاكي ويبقى كده ايه بتشوح. مش عايزين الخضار يتسلق، احنا عايزين الخضار يتشوح. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتلاقي الكميه معاكي دلوقتي راحت في حته تانية، شايفه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي احنا هنشوف قد ايه بنص كيلو بانيه هوفر واعمل كميه سندوتشات الولاد هيفرحوا بيها جدا. وهتشوفي فرحتي ولادك ووفرتي وشفتي الاكله سريعه كمان بتريحك. وبعدين انا بحب اعمل ايه يا جماعه، انا بشتغل، فالاكله اللي هي هطبخ بقى وكده واكله صعبه بحب تقضيني يومين. ما انا مش كل يوم هخش المطبخ يا جماعه، كتير يعني، مش هيبقى كل يوم شغل ومطبخ. فانا برضو حتى ايه النهارده والله كنت عايزه ايه، كان عندي بواقي اكل وبعدين قلت لا انا لازم برضو افرح الولاد واعمل لهم اكله كويسه. معاكم الشاورما يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم تقعدي تقلبي كده في الاول علشان ما تنزلش ميه. تمام. شويه هتلاقي الخضار ده اصلا كانه مش باين معاكي. احنا طبعا حطينا توابلنا. تمام. حاطين معاكي التوابل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. هنسيبها بقى شويه تستوي وبعدين هنحط معاكم مش اكتر من 5 دقايق. لان اصلا البانيه مستوي معانا. احنا بنعمل ايه، بنخلي الخضار يتشوح، بنخلي الخضار يتشوح. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعي وحبيبي رسول الله. هتحسي ان الفراخ مش باينه في الاول عشان الخضار لسه شكله ايه كتير. بعد كده هتبصي هتلاقيها كتير جدا. وفوائد بقى الفلفل الرومي ده مش عايزه اقولك، والفلفل الالوان يعني مفيد جدا، مفيد جدا لنقص الحديد عند الاطفال. عايزه اقولك ان هو يعني من اقوى الحاجات اللي بتقوي المناعه الفلفل. فالاكله دي مليانه بالفلفل بقى الالوان والفلفل الاخضر، فاحنا هنستغل الموضوع ده يا جماعه. دلوقتي يا جماعه بعد ما خلاص دخلت في السوا هحط معاكم شويه بهارات من بتاعه تتبيله الكبسه. تمام. بتخليها طعمها تحفه، كبسه الفراخ. تمام. بتخليها حلوه قوي. بس في الاخر بعد ما ايه خلاص هي استوت اهي، هي دي اللي هحطها ايه بره التتبيله الاولانيه. تمام. هي دي بس، فتخليها طعمها تحفه وهتدي معاكي لون وهتروح منك في حته تانية خالص. بس كده وهي كده استوت معانا. هنبدا نعمل سندوتشات وهوريكي ازاي. معاكم عيش الشاورما اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين اهو ماشي. ورحت جايه اجيب الشاورما بقى كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهي. بصوا والله العظيم ما خدتش ربع ساعه تحضير. تمام. اللهم صل وسلم وبارك. بصوا بقى يا جماعه هقول لكم حاجه. ممكن حد يبقى معاكي عايز مثلا ياكل يحط فيها موتزاريلا او تحطي فيها جبنه شيدر او اي حاجه انت عايزاها. تمام مفيش اي مشكله. انا عندي مش هحط. تمام. انا ولادي مش بيحبوا الجبن خالص 2000 نيه. تمام. فانت ممكن ايه اهو. وهنروح جايين حاطين
كاتشب معانا. مش كتير يعني، فاهمه؟ بتحبي بقى مايونيز، بتحبي كاتشب، بتحبي اللي انت عايزاه حطي ومفيش اي مشكله. ادي اللفه معانا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. تمام. وهروح جايه هنا اهو، اهو معاكم، حطاه كده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام يا جماعه اهو. هنروح جايين قافلين من هنا كده اهو زي ما وريتكم. ماشي. ونروح جايين جايبين الناحيه التانية دي كده ونلف. بس لو اتقطع معاكي ولا اي حاجه مفيش اي مشكله، هنلف لفه واتنين وتلاته واربعه وخمسه.